السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم ارحم موتانا وارحم امي وارحم ابويا واجمع ما بينهم واسكنهم في الفردوس الاعلى. بصوا حبايب قلبي، هنشوف مع بعض بقى حاجات المدرسة. مريم كل يوم تتحايل عليا يا ماما صوري يا ماما صوري يا ماما صوري. عايزة اوريكم حاجات المدرسة. تعالوا بقى نشوف. اول حاجة بصراحة انا ما رضيتش البس، قلت يا مش مستاهلة ان انا اطلع لكم، هوريكم الحاجة كده بسرعة. جبت لها البنطلون ده. بصوا البنطلون ده رجله من تحت، هي بتعشق الستايلات دي اللي هي بتبقى ضيقه من فوق ونازله ايه رجلها واسعه من تحت كده. البنطلون زي ما انتم شايفين، انا مش هقول اسعار عشان ايه محدش يلتزم بالاسعار اللي انا هقولها. فكل واحد بيجيب، كل واحد ليه ذوق، كل واحد بيجيب على ذوقه وكل واحد بيجيب على قده. فانا السنه اللي فاتت ما كنتش جايبه لهم حاجه احسن حاجه، السنه دي بقى الحمد لله ربنا عوضني ورضاني فجبت لهم احسن حاجه. بصوا هي فيها سوسته كده من جوه، وفيها السوسته دي. ادي اول سوسته، وادي تاني سوسته، وادي تالت سوسته. احنا عايزين بقى ايه اوريها لكم كده، لان بصراحه هي فرحانه بيها قوي وانا كمان فرحانه، فعايزاكم ايه تكون ذكرى حلوه كده في القمر. ادي اول حاجه الشنطه. تاني حاجه جبت لها القميص ده، منه قميص ومنه يعني بصراحه ما لقيتش اجمل من كده. بصوا ما لقيتش احلى ولا اجمل من كده. انت بتروح بالبنطلون جينز. بصوا الايد، بصوا الايد، بصوا الجمال، بصوا التفاصيل، بصوا الجمال. مش هقول اسعار عشان ايه عارف. فكل واحد بيجيب على قده، وانا كان بيجي عليا ايام ما كنتش بجيب، فالمره دي قلت لازم افرح عيالي، ربنا يفرح اولادنا جميعا. دي جبت دستة كشاكيل 40 ورقه، نصها بطه ونصها الولد الجميل ده. تمام. دي دستة كمان 60 ورقه، الولد الجميل ده. ديت 28 ورقه. تمام. نصها الشكل ده ونصها الشكل ده. جبت مقلمه زي دي لمريم، وجبت مقلمه زي دي لملك. تمام. طبعا هم اللي مختارين، بتاعت ملك لونها جميل وبتتشال من هنا كمان. ودي بسعر ما تقوليش يا بختك عشان عرفت. علبتين الوان، دي بتاعت مريم ودي بتاعت ملك. اي حد عايز يعرف، انا جايباهم طبعا جمله، اي حد عايز يعرف سعر اي حاجه اكتبوا لي في التعليقات. القلم ده بتاع مريم شبطت فيه، ده بتاع ملك وده بتاع مريم. دي بتاعت ملك برايه ودي بتاعت مريم. دي استيكه ملك مريم. طيب لا انا قصدك تبقى فين استيكه ملك؟ ايش يا ده؟ محمد محمد ريحه طبعا قاعد دلوقتي. علبه مناديل مبلله، جبت لهم علبه مناديل مبلله دي ب 10 جنيه. بوكين، كل واحده بوك عشان تحط فيهم بتاعي وده بتاع ملك. ده بتاع مريم وده بتاع ملوك. ده بتاعي وده بتاع ملك. لا ده بتاعي، ده بتاعي. لا الاحمر ده بتاع ملك. بتاعي والله. طب بتاع مريم انا بنسى. بتاعتي ودي بتاعت ملك. الجمال. بصوا الجمال، بصوا. يا رب يوسع علينا جميعا يا رب، وتجيبوا لعيالكم احسن من كده. دي ب 10 جنيه، ب 10 جنيه ونفس النظام كده ومليانه توك من جوه. تمام. ب 10 جنيه. ودي زيها. في منها ثواني، في من دي ابيض واسمر وابيض وبني وملونه كده، انا جبتها لهم ملونه. ودي وماما جابت لنا دي. دي ب 5 جنيه. ودي ب 5 ودي ب 5. انا دي ب 10. ودي ب 10 صح؟ ب 10. دي ب 15 بس كان فيها كمان 3 من ايه من دول. هو معفن. هات يا شيخ. دي ريحه. جبت لهم ازازه الريحه دي ب 10 جنيه، حلوه قوي. ماما انت نسيتي تصوري لي. صوري دي بقى كده بس رمضانيه بقى انا شايفينها. بس كده يا حبايب قلبي. باي باي. وكريم جديد بملك. ما تنسوش يا حبايب قلبي تعملوا لنا لايك وتشتركوا معانا في محمد ومحمد القزع. دي الاستيكه هي بتاعت مريم كمان، ودي استيكه ملوكه. البرايه بتاعت ملوكه مريم قطه. انا وده قاعد لنا كده ليه؟ انا مالك انا بتاعتي يا ماما. ماشي. هاتي يا ماما، دي مش بتاعتك يا ماما، روحي. بس كده حبايبي، حبيت اصور لكم الحاجه برضو وانزلها لكم عشان تشوفوها في الصور احسن. ربنا يوسع علينا جميعا وتجيبوا احسن مننا كمان،
ويا جماعه بصوا، لو عندك جاره او اخت حاولوا تجيبوا الكراريس بالجمله وتقسموا. اصبر يا محمد اصبر. حاولوا تجيبوا الكراريس بالجمله وتقسموا سعرها عليكم يا جماعه. الكشكول بيقف جمله ب4 جنيه، بتروحي تشتريه بره ب7 جنيه ب8 جنيه. يعني الحاجه الجمله حلوه قوي قوي وبتوفر جامد. يعني حاولي تشوفي مثلا جاره اخت ليكي اي حاجه وجيبوا بالجمله واقسموا ما بينكم الكراريس والاقلام والحاجات دي. ونفس النظام في المقالم والحاجات دي. هنا بقى يا حبايبي كنت صورت لكم الحاجه كلها علشان تشوفوها. الحاجات دي كلها جايه على مراحل، انا ما جبتهاش مره واحده. بحب اجيب حاجتي بدري وعلى مراحل كده، بيطلعوا عليا زي مصاريف والحاجه بتبقى شكلها جميل. انا حبيت افرح مريم يا جماعه، عشان في ناس هتقول اشمعنى بتجيب لمريم ومش بتجيب لملك. لا انا ما عنديش حد احسن من حد، عيالي كلهم بحبهم وعيالي كلهم احسن ناس عندي في الدنيا. فانا حبيت اجيب لمريم، وباذن الله باذن الله ملك برضو هجيب لها شنطه جديده باذن الله تروح بيها المدرسه. وعندها لبس كتير هجرده برضو، لو ناقصها اي حاجه هجيب لها اللي هي عايزاه. هو وباباها ولا بيحوش عندي حاجه والله، ولا بيحوش عندي حاجه. بس يعني اللي ناقصه يا جماعه بجيبها لكم. انا عايزه اوريكم شنط السنه اللي فاتت والله العظيم اتقطعت خالص، ما كانتش تنفع. يعني انا عارفه ان كان ممكن يروح، بس ملك داخله سنه رابعه ومريم داخله سنه ثالثه، يعني شنطهم مقطعه خالص. هوريها لكم لان انا عيالي بيروحوا المدارس كل يوم كل يوم، ربنا يبارك في عمرهم يا رب ويقويهم، بيروحوا كل يوم. فالشنط دابت ومن جوه كل الشنط بتاعتهم مفتحه على بعض. فقلت لا انا هجيب لهم شنطه. جبت للبت شنطه، ما كانش ينفع اجيب للعيلتين. جبت للبت شنطه، وان شاء الله باذن الله ملك برضو هجيب لها شنطه حلوه وهوريها لكم برضو، وهطلع اعمل لكم فيديو بيهم عشان تكون ذكرى حلوه على القناه. اما يكبروا باذن الله يشوفوا حاجتهم وتفضل ذكرى حلوه كده. فيعني عيالي الاتنين زي بعض بالظبط، مش بفرق بينهم في المعامله ولا اي حاجه. بس انا ميزانيتي ما تسمحش ان انا اجيب لي دي ودي في شهر واحد. فانا باذن الله الشهر الجاي هنزل اشتري الملوكه شنطه احلى من دي كمان، وباذن الله اصورها لكم برضو وهوريها لكم. وهطلع الهدوم وهغسلها وهجردها قدامكم، هتشوفوا ان هي هدومهم ما شاء الله كتير. وغير كده كمان احنا مش مسموح لنا نلبس جينز والحاجات دي، وانا اصلا مش بحب البس عادي جينز وهم رايحين المدرسه. بس لو لقيت البناطيل قصرت على ملك يبقى اجباري بقى، يا هجيب لها بنطلون لونه بيج زي بتاع اختها، يا هجيب لها بقى ايه بنطلون خروج لونه بيج، اي حاجه. المهم اجيب لها بنطلون لونه بيج، لان فعلا انا حاسه ان البناطيل قصرت على ملك. فهنشوف الموضوع ده بقى اما نطلع اللبس، هنشوف بقى باذن الله. اي حد عايز يعرف سعر اي حاجه يكتب لي في التعليقات، عشان انا مش عايزه اطلع اقول اسعار، لان بقول اسعار محدش بيصدقني وبيفتكر ايه ان انا بغلي في الحاجه او برخص في الحاجه. فالاحسن لو حد مهتم يقول لي وانا جاوب برد على كل التعليقات. وربنا يوفقنا جميعا ويرزقنا من وسع. والحاجات دي يا جماعه انا مش جايباها مره واحده، انا جايباها ايه على مرات كده. حتى لبس العيد بجيبه برضه على مراحل كده، عشان ما يبقاش ايه ضربه جامده عليا وتاثر في البيت وكده. لا بحب مثلا يعني مثلا ان شاء الله اخلص بس حاجه المدارس وفوق ابدا بقى اجيب ايه بنطلونين وعينهم، توك وعينها، برفان وعينه. يجي العيد عليا يبقى ناقصني حاجات بسيطه خالص. فربنا يوفق الجميع يا رب. تلفزيون يا بابا، انت هبله ولا ايه؟ عمال تخبط على التلفزيون. ما تنسيش تعملي لايك وتشترك معايا في القناه، وكل سنه